السلام عليكم، كيفكم متابعين الطيبين؟ اليوم بسوي معاكم كعك، واحتاج دقيق 4 كاسات، ربع كاسة زيت، بياض البيض حبة. هنا حطيت الحليب وسكر وخميرة، ملعقة خميرة، و3 ملاعق حليب وملعقة سكر، واحتاج لي ملح وخل أبيض. دحين أحط المكونات مع بعض. شوفوا يا حبايبي، حطيت المكونات كلها على الدقيق، دحين أعجنها، وإذا احتجت للموية أضيف موية تدريجيا لغاية ما تتماسك العجينة. شوفوا يا حبايبي، خلاص عجنتها، قوام العجينة لا هي لينة ولا هي قاسية. دحين أغطيها وأتركها تتخمر. شوفوا يا حبايبي كيف اتخمرت، دحين أكورها وأرجع لكم. شوفوا يا حبايبي، خلاص كورتها، دحين أفرد العجينة على شكل طولي وأرجع لكم. شوفوا يا حبايبي، فردتها على شكل طولي وقطعتها بهذه الطريقة. شوفوا، دحين أدهنها بالزبدة وأضيف عليها اللي هو جبنة، وبعدين ألفها. شوف يا حبايبي، حطيت جبنة ولفيتها بهذه الطريقة. دحين ألفها علينا النهاية كده بالجنب، مو بالطول، بالجنب، وأرجع لكم. شوف يا حبايبي، بهذه الطريقة دحين أسويها كعكة على شكل كعكة. شوف يا حبايبي، لفيتها بهذه الطريقة، دحين أحطها في الصينية. طبعا أدهن الصينية بالزيت وأرصها في الصينية. شوف يا حبايبي، حطيت كمان واحدة تانية. شوفوا، فردتها وقصيتها بهذه الطريقة ودهنتها بالزبدة، ودحين حطيت عليها جبنة، ودحين ألفها. شوفوا يا حبايبي، هذه واحدة تانية. دحين أخلص الكمية وأرجع لكم. شوفوا يا حبايبي، خلصت الكمية. دحين أدهنها صفار البيض، وأرش عليها سمسم وحبة سودا. شوفوا يا حبايبي، دهنتها بصفار البيض ورشيت عليها سمسم وحبة سودا. دحين أدخلها الفرن. شوفوا يا حبايبي، ما شاء الله تبارك الله، طلعته من الفرن. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا من الدعم واللايك. شوفوا ما شاء الله، بالعافية علينا.